الرؤية الملكية لتنمية مندمجة ومتوازنة وشاملة لمدينة البوغاز تتجسد بإعطاء جلالة الملك انطلاقة برنامج طنجة الكبرى. البرنامج نموذج حضاري غير مسبوق في المغرب وبالضفة الجنوبية للمتوسط. مخطط التنمية هذا يمتد لفترة من 5 سنوات وبحجم استثمارات يصل 7,663 مليون درهم. أعطى جلالة الملك تعليماته لإنجاز دراسة معمقة لإعادة النظر في النموذج الذي تسير عليه طنجة حاليا حتى نتمكن من الوصول إلى جيل جديد من المدينة، نموذج منتج ومتوازن ويمكن من تنمية شاملة. برنامج طنجة الكبرى يتغيى إنشاء محاور طرقية سيارة وأخرى عادية وإنشاء بدالات لتوزيع أمثل لحركة التنقل في طنجة والجهة، كما سيتم تثبيت طنجة كثاني مدينة اقتصادية في المغرب من خلال إنشاء محمية صناعية وإعادة تأهيل البنية السياحية. الجانب الاجتماعي لم يكن ليغيب عن هذا البرنامج من خلال إنشاء 4 مستوصفات و25 مؤسسة تعليمية و21 دار حضانة. سيتم استثمار أكثر من 1,100 مليون درهم في مجالات التعليم والصحة والتجهيزات الاجتماعية، وكذا إنشاء قرية رياضية كبرى ب600 مليون درهم على مستوى مدينة طنجة. أما إعادة تأهيل الأحياء فحظيت بحصة الأسد لتجهيز هذه الأحياء ب870 مليون درهم. J'allais dire du Lion dans ce programme, dans la mesure pour l'équipement des quartiers, il y a un montant de 870 millions de dirhams. البيئة الاجتماعية لتثمين الثروة البشرية، والبيئة الاقتصادية لتطوير مؤهلات وخبرات المدينة، والبيئة الحضرية لضمان جودة الحياة من خلال تنقية ساحل المدينة على امتداد 65 كيلومترا. في المنطقة هذه باش نهض بالسكينة ويرقى بها مستوى أفضل، لأن هذه السكينة هذه محتاجة نهاد النوع هذا المشاريع هذا، وكنتمناو إن شاء الله يكونوا مشاريع أخرى من هذا النوع هذا. عطاو واحد الالتفاتة مهمة لهذه السكينة هذه اللي هي كانت محتاجة لها وكتفتقر لها خاصة الشباب، وبالنسبة حنا كذلك هي تعتبر كذلك كقيمة مضافة لهذه السكينة هذه. جلالة الملك ترأس مراسم التوقيع على اتفاقية إنجاز برنامج طنجة الكبرى، برنامج يحفظ كذلك البعدين الثقافي والروحي لمدينة البوغاز، إعادة تأهيل التراث التاريخي للمدينة، وإنجاز قصر كبير للفنون وللثقافات مع بناء 11 مسجدا وإعادة تهيئة 7 مساجد قديمة، كل ذلك لأجل تنمية شاملة ومتوازنة لمدينة البوغاز. طنجة الكبرى هي أيضا مشاريع اجتماعية لفائدة ساكنة المدينة. جلالة الملك وضع الحجر الأساس لبناء سوق نموذجية في حي بني مكادة، ما سيمكن الباعة المتجولين في المنطقة من سوق لبيع سلعهم في 250 محلا وبكلفة تصل 35 مليون درهم. هذا المشروع المندمج الكبير سيرفع التهميش عن هذه المنطقة حتى تتمكن من الاندماج في محيطها، مع منحها بنية اجتماعية واقتصادية لتمكين الشباب والأطفال والنساء من الاندماج في التقدم الذي تعرفه مدينتهم. جلالة الملك اطلع أيضا على عديد المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، دار للشباب وملعب متعدد الرياضات وتهيئة ساحة عمومية، مشاريع تدخل في إطار الحرص الملكي على التنمية المندمجة والمتوازنة لطنجة الكبرى. ولدت السكينة هذه، فاحنا كنا كننتظروا، كنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا هذا بخصوص هذا المجال، وربي استجب الدعوة لكل الأمهات وكل الآباء يفتحوا لنا هذا الفضاء هذا لوليداتنا ولولاد السكينة الحي ديالنا الحمد لله. مجموعة من المشاريع الاجتماعية تدعم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في طنجة، مشاريع مهيكلة تحول المدينة إلى قطب اقتصادي يضمن العيش الكريم لكل سكنة مدينة طنجة. لا أحد ينكر ما تحقق في المدينة خلال ال10 سنوات الأخيرة. سكان طنجة تابعوا عن كتب هذا التحول الكبير. أنا كمواطن عادي خلقت في مدينة طنجة، تحولت 90% مدينة طنجة تحولت في الازدهار ديالها من ناحية طرق، بنية تحتية. اش اللي تغير في طنجة؟ تغيروا بزاف د الحاجات، يعني عملوا النظام، الطريق عدلوا بزاف د الحاجات، الإصلاح بزاف وقع. طنجة تغيرت، طنجة تعدلت،
عيشة محمد السادس. المتتبع لوتيرة النمو المتسارعة التي تعرفها منطقة طنجة يقف عند الأوراش المهيكلة التي حولت المنطقة إلى قطب سياحي واقتصادي بامتياز في العشرية الأخيرة. طنجة الكبرى هو برنامج تم وضعه لتكون المدينة نموذجا حضريا غير مسبوق في المغرب وبالضفة الجنوبية للمتوسط، ويتضمن هذا البرنامج إحداث محاور طرقية مهمة تستجيب للطفرة الاقتصادية والسياحية التي تعيشها المدينة والجهة ككل. أصبحت مجموعة من لي